هاخدها تصطادها عشان دي اول سمكه اصطادها في حياتي والله. ممكن اصطادها تاني وهي في الجرد. تاني سمكه الحمد لله. حلو حلو حلو. طلع صلى على النبي يا جدع. تقيله صغيره. ايه ده تقيله. انا ساحب حبل. ودي بقى تاني. بغى عماله تصغر فعلا. خنزيره ايه تانية. لفاره بص الشوكه اللي فوق دي تقتل بني ادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فلوج جديد من العين السخنة. رايحين نصطاد ان شاء الله على مركب. هنقعد 24 ساعة في البحر في العين السخنة ان شاء الله. النهاردة نعرف نصطاد لان النهاردة مهمتي الرئيسية ان انا اصطاد. ربنا يوفقني يعني واوريكم سمك حلو وافرجكم برضو على المركب اللي احنا هنطلع عليها. طبعا في اماكن كتير للصيد في مصر. ممكن تأجر مركب انت واصحابك تقسموا مع بعض يعني التكلفة. في اماكن كتير في مصر زي العين السخنة، بس العين السخنة ما بيكونش فيها السمك كبير او ضخم زي شرم والغردقة ومنطقة تانية اسمها الكنائسة. وفي مناطق كتير يعني كل منطقة على حسب كام ليلة وعلى حسب العمق بتاع البحر تقدر تحدد هتصطاد قد ايه سمك او حجم السمك هيكون عامل ازاي. وش يا معلم احمد حسن اهو اللي هيصطاد لنا سمك بالعبيط النهارده. دي المركب بقى اللي هنعيش عليها النهارده ان شاء الله. هنصطاد ايه النهارده اخبار؟ ده رزق ربنا بقى حسب ربنا. يعني احنا في كذا مرحله هنقف عندها ونصطاد. ده نوع من انواع الصيد اسمه جر. المركب ماشيه وفي خيط ممدود كده بيصطاد السمك والمركب ماشيه اسمه جر. احمد ظبط لنا شويه طعم عشان هنتغدى طعم النهارده. وادي هو جمبري كمان اهو. وادي جمبري ده هنصطاد بيه برضه. ودي كفتة رز عجينة كفته زيت. بالرز. عجينه زفرة عشان برضه نجذب السمك ليه. فين بقى السمكه الصغيره اللي انت كنت ماسكها دي؟ فين السمك؟ بتاعتها في ايدك. ده ايه ده بقى؟ ده قرش صغير. بسارية؟ قرش صغير. قرش صغير ولا بسارية؟ بسارية يا عم. انا محدش يعني مش اي حد يعرف الحاجات دي. دلوقتي بقى المركب وقفت وهنصطاد بالطعم بتاعنا جمبري. اما نشوف هيطلع لنا ايه. طبعا الناس كلها بتصطاد تحت. الدنيا تحت بتبقى دافية شوية عن بره، بس انا قلت اصطاد بره عشان السنارة ما تشبكش يعني. انا حاسس ان انا باكل السمك. الطعم اتاكل كله. حاول تاني. طبعا اول مره استخدم السناره، حاجه جديده بالنسبه لي، بس هي فيها حاجتين: يا اما تسيبها تنزل يا اما تسيبها تلم. لو عايز تلم بتخلي دي مقفوله. نيجي نلم تلم معانا كده. تلم كده انت بتلم ترفع. عايز بقى تخليها تنزل تفتح دي كده تنزل معاك. تقعد تنزل. فاحنا المفروض بنسيبها تنزل في المكان اللي احنا فيه ده يعني. ونلم متر كده، متر عن الارض.
يظهر ان السنارة مش جايبة نتيجة، فهنجرب الجوبيا بقى. دي بقى اسمها جوبيا، نحط فيها سمك وزفارة وان شاء الله هتطلع لنا احلى سمك. كده بنصفر الجوبيا. نحط لها شوية طعم سريع. متهيألي هي تقيلة لوحدها. خايف تشبك مننا، ما اعرفش. مش مشكلة بقى، لازم نجربه. ارمي يا ريس احمد ارمي. ما نصحونا ان الجوبيا دي تترمي في النيل، تترمي في النيل، ما تترميش هنا، بس احنا سايب خالص. بس احنا ايه، هنجرب نرميها هنا بقى. ده بالنسبة لي النيل، واللي حظه حلو برضو ايه هيجيبه ان شاء الله. هات الجردل. لا الجردل اهم حاجه الجردل. ماشي، وعجب لك الجردل. شكلها ده ايش الشغل ده كله؟ سجان دي. سجام؟ سجان. ايه ده؟ اصطدت سجام؟ مكرونه الانسجام؟ ما شاء الله. ممكن اصطادها تاني وهي في الجردل. اصطادها تاني في الجردل. هاخدها تذكار عشان دي اول سمكه اصطادها في حياتي والله. دي اللي هتصيعك بعد كده. هتغير. اسمه ايه ده بقى يا جدعان؟ حد يعرف ايه ده؟ ايه؟ سمكه؟ باغة. بغا؟ حلو. ودي ايه الباغه دي؟ اهي. تاني سمكه الحمد لله. يا عم ماشي. بسم الله. لا عليك. توصف اسعد لحظات حياتك؟ ده اول مره بقى. بعد كده هيبقى عادي بقى، هصطاد وانا نايم. اصطاد وانا نايم. اللهم صل على النبي. الله. ادي سمكه تانية اهي. ده اسمه ايه ده بقى؟ والله ما عارف. مش عارف؟ ضفاره. لا لازم تعرف. لفاره. ضفاره. احنا اخرنا البولت والله والمرجان. لا انا الفرع ده شكله ايه عشان تبقى لفاره. السمكه طالعه اهي. يا رب ما تبقاش صغير. ايوه ايه. ايه عمالة تصغر فعلا. ده بجد. سمك ويسخ. الراجل ده مش عارف. وقعد ينفذ. ودي جبتها ازاي؟ ايه؟ محتاجين تعمل كده حسين. بص بص عاملة ازاي. ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده؟ استنى رجعها. حلو. جبتها من مين؟ الطعم ده ينفع بالايه؟ ده الطعم. والله ده مين؟ لا ده طعم. انا متعود. السمكة التالتة دي. تشميل. وريني بقى. لسه جايب واحده شنطه خنزير. برضه؟ دخلها في المزرعه. فين الخنزير؟ معلم احمد اصطاد خنزير اهو. بص الشوكه اللي فوق دي تقتل بني ادم. الشوكة اللي فوق دي؟ اه. لا ينور عليك يا معلم. طبعا اقطع من حاجه. ايه ده هتنط بره الصندوق. ايه؟ هتنط على فكرة. تعال. دي واكلة؟ واكله يعني السن في بقها. شميتها يعني السن جاي في اي حته في جسمها. يعني انا شميتها كده؟ انت كده شميتها. تعرف تصمت انت. خنزير اهي تاني. يا عم تعالى رقبتي وجعتني. خلي بالك من السن على فكرة، عشان السن ده فعلا؟ بيعور. لا. ده اللي قايل يعني. خنزيرة. الخنزيرة دي طعمها حلو ولا؟ دي جميله. ما بيعهاش يعني؟ لا ما تبيعش. يا معلم علينا. يا سلام بقى عندنا حوض سمك والله. انا الرئيس اسمي كريمني رئيس محمد. حبيبي يا غالي الله ينور عليك. ظبط لنا الرحلة بصراحة.
بنتنقل من مكان لمكان لمكان عشان نصطاد سمك حلو. معاك بقى جهاز ملاحة الجارمن ده جهاز بتاع الملاحة اللي هو زي GPS كده. بتشوف بقى هنا الشعاب المرجانية مثلا او المكان اللي فيه صيد او كده. العمق ده ممكن يجيب لنا مكان حلو يعني نعرف نصطاد منه. سونار اسمه سونار. ليزر. مكتوب عليه فيش فايندر، يعني بيدور على السمك او كده. الله ينور عليك يا ريس. ده بقى نوع تاني من انواع الصيد، صيد الحبار والكاليماري والصبيط. بنصطاده بسمكة زي كده، سمكة بلاستيك بتطفو على وش المية فيها شوك زي كده. الحبار ده بقى بيطلع بالليل يعني بالذات في ضوء القمر. نرمي بقى السمكة وايه ونصطاد. ميزته بقى ان مفيش طعم، يعني انت بتربط السمكة كده وترميها، بس الموضوع عايز صبر يعني. مش عارف ارمي عشان بصور، بس ممكن ايه ننزلها كده ونسيبها شوية تحت. معلم احمد هيرمي اهو. ارمي يا ريس احمد عشان نصطاد الحبار. يا سلام، رمية موفقة، راحت بعيد بقى. السمكة دي بتقعد تعوم بقى، تعوم كده كأنها سمكة حقيقية، ويجي بقى الصبيط يقوم ماسك فيها ويكلبش في السنون بتاعتها. لا اهم حاجه بس يكون لونها فاقع بس. لونه اخضر. ماشي. فاتورة انا يعني معدل الفضل. عايزين الفرع ده، عايزين سمك كبير بقى، عايزين نجرب. السمك هنا بياكل السن بالطبع. ممكن اكل دراعك كمان ولا يلا عايزين 3 مع بعض. والله في سمكة طالعة اهي، عايزين سمكة كبيرة بقى صغيرة. استنى على جيت الشال دلوقتي. بعد ما خرج. بالظبط كده. طلع سمكة اهي، اكيد هتطلع سمك يعني، امال هتطلع ايه؟ خنازير. شكلها وسط السمكة، ولا صغيرة ولا طويلة. ايه ده تقيلة ولا انا سحبت حبل حد ولا ايه؟ انا ساحب حبل. انت ساحب الحبل بتاعنا بقى. حبل مين ده؟ استنى طوله. غمزة؟ غمزة وبتشد جامد. ايوه جميل. ايه ده؟ ايه ده؟ سيبهم السمكه دي بنفس انا خايف يكون كيس برضه. مفيش تقيل على فكرة. اي حاجه. تقيل. نفس النوع بنفس الحجم بنفس كل حاجه. لا مش تطلع كيس ان شاء الله. إيه دي؟ ودي بقى تاني. بغى؟ تبقى الكاميرا. ولا انا الكاميرا كده؟ سنرت غمزة كاميرا، سنرت غمزة. ايوه بغى؟ ايوه. كان فين الكلام ده من 5 المغرب عامل من امبارح الصبح. ل7 كده ولا؟ مستنيين الدولفين يطلع. في دولفين هناك اهو، بس مش عارف فين. ده المكان بقى اللي احنا كنا نايمين فيه. عم عمرو مصطفى اهو منور. مركب طبعا فيها مكان للنوم زي كده اهو، تشيل ناس كتيرة يعني. ده مكان للشاحن، عايز يشحن. طبعا في مكان برضه للشاحن اهو، مكان تاني فيها مطبخ اللي عايز يطبخ. عم احمد اهو، الله ينور يا عم احمد.
وده السمك اللي اصطادناه في قده تاني صح؟ ده اللي اصطادناه في اخر ساعة. لا ده مفيش. كله؟ اللي كان في الشنطه حطيته عليهم. ده كل السمك اللي اصطادناه النهارده اهو. يعني حاجة بسيطة. رحله غير موفقه. كمان امال لو موفقة كان حصل ايه؟ المركب ما شاء الله جميلة، في حمام طبعا، حاجة نضيفة ودش اللي عايز يستحمى. كده خلصنا بقى رحلتنا النهارده ومروحين. هو النهارده بقى عن الصيد في العين السخنة. ان شاء الله المرة الجاية نروح مكان احسن بقى من كده ونجيب سمك اكبر في اماكن تانية ان شاء الله. سلام.